لكل دولة حكاية، وكل دولة فيها مكان، وكل مكان ليه قصة. في قصص بتحزننا، وفي قصص بتفرحنا، وفي قصص لما بنسمعها بنقول سبحان مغير الأحوال. شوفوا كانت إزاي ودلوقتي بقت إزاي، زي المكان اللي هنشوفه هنعرف قصته دلوقتي. والمكان اللي احنا فيه النهارده، المكان ده ليه قصة غريبة جدا. الأكل ببلاش، الشرب ببلاش. دايما بحب الأماكن اللي بيبقى فيها أنشطة كتيرة وحاجات كتيرة تتعمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا النهارده في مدينة ألمانية على الحدود الهولندية. المدينة دي يا جماعة هي قديمة جدا بس فيها حاجات جميلة جدا. وأول ما وصلنا المكان وإحنا لسه على البوابة من بره، كانت أول حاجة ملفتة للنظر وشفناها هي الفندق. فتعالوا قبل ما ندخل الملاهي ونعرف قصتها ناخد جولة كده سريعة في الفندق. وسبب وجود الفندق في مكان زي كده هو إن الملاهي بيجيلها أعداد كتير جدا من الناس من ألمانيا ومن كل الدول القريبة منها، تقريبا أكتر من 300 ألف شخص سنويا. وده يا جماعة إن دل فبيدل على قد إيه المكان جميل ومميز. ومن جمال الفندق هتحس إن أنت مش عايز تخرج بره، لأنك هتلاقي فيه الألعاب والسينمات ومطاعم أوبن إريا ومطاعم إندور، يعني في كل حاجة. والمكان اللي احنا فيه النهارده كتير منا شاف زيه، بس خلينا متفقين ان دايما كل مكان في الحاجه المميزه اللي بتخليه مختلف عن غيره. ده باسكت الزباله. اول حاجه، المكان ده ليه قصه غريبه جدا العالم كله اتكلم عليها، قصه المبنى ده. وتاني ميزة عندهم حاجة جامدة جدا، عندهم حاجة تقريبا نقدر نقول فيها شعار البطاطس عندنا كيف العيش عنديكوا في مصر. وزي ما قلتلكوا الملاهي بيجيلها أعداد كتير جدا من الناس يوميا، وعشان المكان يوفي احتياجات الناس دي كلها من خدمة توزيع البطاطس، فأول حاجة كان لازم يبقى موجود عمال كتير جدا، وتاني حاجة يبقى موجود أكتر من منفذ ومكان لتوزيع البطاطس على الناس. والمنافذ دي شكلها كده. وطول اليوم بقى على كده يا جماعة، البطاطس طول اليوم ببلاش. ايس كريم ببلاش. والعصير كلها طول برضو اليوم ببلاش. ببلاش.
وزي ما انتوا شفتوا الاكل ببلاش، الشرب ببلاش، حتى الايس كريم برضه ببلاش. هنا على قد ما بطنك تشيل حمل. الراجل ده اللي احنا شفناه في اول الفيديو انا بعتبره هو ده الجوكر بتاع المكان، بجد راجل زي العسل. تعالوا بقى نستمتع بالحركات الحلوة اللي بيعملها. وزي ما قلت لكم انا دايما بحب الاماكن اللي بيبقى فيها حاجات كتير بتتعمل في نفس المكان، مش بس مجرد حاجه واحده اشوفها وامشي. زي المكان اللي احنا فيه النهارده، في الملاهي وفي السيرك، وكل ده تذكره واحده. وعشان كده احنا هنا. ونيجي بقى للجزء التاني والمميز واللي موجود في نفس المكان، السيرك. ولان البرنامج والعروض بتاعته كتيره فاحنا هنحاول ناخد جوله كده سريعه عشان الناس ما تزهقش، وكمان عشان نلحق نحكي قصه المكان. المكان يا جماعة بجد ممتع جدا، بس كمان لما تعرفوا قصته هتستمتعوا أكتر. لأن المكان ده لما اتبنى من 50 سنة تقريبا كان المشروع ده مشروع مفاعل نووي، وتخيلوا بقى فضلوا 12 سنة بيبنوا فيه. وأثناء ما هم بيبنوا، وتحديدا في 1977 قامت مظاهرة كبيرة جدا خرج فيها أكتر من 40,000 شخص معترضين على بناء المشروع ده. وده يا جماعه خلى السلطات تقلق، خاصه انه ما كانش فيه ضمانات كافيه بسلامه الطاقه النوويه دي. بصراحه خدوا قرار يحترم جدا جدا، وكان تقريبا عام 1991 انهم يجمدوا بناء المشروع ده، مع العلم انه كلفهم اكتر من 4 مليار دولار. متخيلين؟ وطلع ناس متخصصة كتير جدا جدا اتكلموا ان بفلوس المشروع ده كان ممكن يتعمل اكتر من 20,000 منزل سكني. وعشان كده المكان يعتبر من اغرب الاماكن
عليك. وسبحان مغير الاحوال، شوفوا بقى من مفاعل نووي الناس كلها بتخاف منه لملاهي الناس كلها بتحبها، وبقى بالصوره اللي انتوا شايفينها دلوقتي دي. اليوم يا جماعه كان ممتع جدا، وفي نهايه الفيديو اتمنى ان يكون عجبكم، واشوفكم ان شاء الله باذن الله في مكان جديد وقصه جديده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.